حساب اوكي اكس مينا، لانه حيكون في بث مباشر معكم انتم رسميا في 4 فقرات. اول 3 فقرات الكم، انا حكون قاعد بطلع عليكم وعلى مشاركاتكم والناس اللي بيدخلوا معانا اسئله، جاوبوا عليها يا اخوان وراح تكسبوا جوائز من منصه اوكي اكس. الفقره الرابعه حتكون صعبه علي انا، لانه حتلقى 6 اسئله من مقدم اللايف اخونا محمود فحماوي. راح يسالني 6 اسئله، راح اشوف كم سؤال راح اجاوب عليه. عفو الله الرحيم، الله يستر يا اخوان الله يستر. المهم على 7 مساء هذا رابط البث، هذا رابط حسابهم على تيك توك رسميا. السلام عليكم. KSI تحدى هالاند وكانوا اثنيناتهم صادين بالمرمى. شوفوا هالاند المدفع اللي طلقه من رجله وكسر حتى معداتهم. هاي اغرب ركنيه ممكن تشوفها بواحد من الملاعب العراقيه. شوفوا بالدراجه وين دخل. السلام عليكم. هاي جايز واتس هابن. بس المصيبه الاكبر شوفوا شلون عرض الكره. اما ذول الاثنين المجانين سووا تحدي انه واحد لازم يضرب كره الثاني. اول محاوله ما صارت، والمحاوله الثانيه ما صارت، بس في المحاوله الثالثه نجحت وياهم. اما هذا الحارس تحدى هذا الشخص يسجل عليه ركله الجزاء، وشوفوا شلون سدد الكره وكلها بكم، وهذا الشخص بكم ثاني. بعد ما راوغوه بهاي الطريقة المصور تنمر عليه وهو زعل ورجع يهدد المصور ويقول له راح اضربك بعد المباراة. واحلى شيء هذا الحارس بعد ما استقبل هدف كان زعلان جدا، وشوف المدافع زميله بالفريق شلون قاعد يدافع عنه ويشجعه ويرجع له المباراة. انا متأكد هذا اذا صاحبك راح يتنمر عليك ويقول لك انت اسوأ حارس بالعالم. بالرغم هو صغير بس عقليته كانت كبيرة في ارضية الملعب، وهذا الحارس راح يرجع للمباراة بعد هذا التشجيع. KSI تحدى هالاند وكان بالصدر بالعوفة هو النجف والكوفة هالي علينا هالي علينا. سمعية صارت كلها أمريكا ما تحتلها. هاي المدينة هاي المدينة لو زهق بسرح الحرب تجر نخليها، أطفالنا تفجر الهمر لما انقطب ليها. لو زهق بسرح الحرب تجر نخليها، أطفالنا تفجر الهمر لما انقطب ليها. هاي المدينة قاتلة وعداها تدريها، تنطق مدينة الصدر ما حد يلاقيها. تنطق مدينة الصدر ما حد يلاقيها. لما نلاقي العايل قبل تفق والقاتل بجفوف ايدينا. يقدر علينا اطفالنا تفجر الهمر. بس احنا كذب ما راح نعطيك ايباد. شنو هذا؟ لا هذا هيك راح ناخذ هذا الكارت وضحكنا عليه هيك. علاوي علاوي علاوي. البدوي وما يوم عاف الصحراء، ما يعوف ثاره وما يعوف الكسره، وبخاتم سليمان هو الدره، المرجله والسود ماخذ الشمره. شلون التصوير الحلو يا عاش سيدك. اهم شيء السياره طلعها. شنو هاي؟ طب ما تعرفني منو انا هنا؟ يما شخيت تعالي مسحيلي. المركز الاول في البطولات وضع حجر الاساسي. حجي السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. عندك شاي؟ لا عندك قنادر. ابو حسين تتزوج خالته عمرها 85 في دور وحدك، هذا عمرها لو مستواها بالبوبجي. حفيدتك الله يخليها؟ لا بتبني. انا اول عراقي يحتفل بعيد ميلاده ويربى. من تقول اشهد ان محمد رسول الله، ايش مدريك محمد رسول من الله؟ شلون تشهد شهاده الزور؟ ليش تكذب؟ مواطني صار كلام نائما ما نريد بس ما يظل خلاص اشوف الشيء. هذا فلاش حقيقيه. شنو هو؟ اللحظة اللي منتظرها من قبل 2 سنين، رغم بهالسنتين كلش تعبت. مرتين قربت لحلمي رجعت من الصفر، راح عن كل حساباتي وما استسلمت. رجعت حرفيا من الصفر بلشت، وهاي جاي يشوفون ثمرة تعبي. يا سكت هاي مزونه مو رد فعل. يا روح ان شاء الله منها ل 10 مليون و 100 مليون. يا روحي بدون. تعال حبيبي. مبروك حياتي. وكيل ابنك. قولوا
اوه تعال كله قبل نص ساعة دخلت مليون. مبروك من نص ساعة. يا مبروك والله ان شاء الله 10 مليون. المفروض هذا المقطع يصير اقوى من هيك. صار لي 4 ايام من دخلت مليون، وهاي ال4 ايام انا ما رجعت على البيت ابد. كنت ببغداد، قلت من ارجع من بغداد اسوي مقطع قوي، انه هاي اللحظه ما تتكرر. طلع لي شغل بكركوك، وحاليا صار لي يومين بكركوك، فما تحملت. انا بلشت بالبساطه، وخليني على البساطه، وهاي احكيها قدام الكل. ما حد وقف وياي، لا من قرايبي ولا من اصدقائي ولا حتى من اهلي. الفضل لرب العالمين، ثم الي ثم الكم. ليش انتوا اخير شيء؟ لانه لو انا استسلمت اكيد ما كانوا تصعدوني، ولو ما انا كنت شميل. ربكم انا شميل؟ لا تستحوا احكوا. الحمد لله دائما وابدا، واي تعليق ما عليه رد الى $100. وطبوا شوفوا المقطع المثبت ولا تقصرون. جلس فيور مشوخ بس ما يضلت خلاص اشوف. هذا الشخص مهدد بيدرو وفيران تورس ومخليهم يرقصون غصب عنهم. تخيلوا الكرة ما قاعد توقف وتفتر وانهم يرقصون وما قاعد يوقفون. اما هنا ثيو ابن ميسي سجل وراح احتفل على طريقة ابوه بالضبط، والاحلى من هذا ميسي كان موجود ويشاهد هذا الاحتفال. وتخيلوا بنفس المباراة سجل هدف ثاني بالراس ايضا امام ميسي، وميسي هنا كان يشير له يقول له روح سوي سي، لان الهدف كان على طريقة كريستيانو. اما ميسي بعد ما خسر بنتيجة 3-0 من فريق سون كان غاضب من الحكام وراح لغرفة التحكيم ويتهجم عليهم. وتخيلوا سواريز كان ماسكه حتى ما يدخل غرفة الحكام، وأول ما دخل طردوا ميسي وسواريز واثنيناتهم طلعوا وهم غاضبين سوية. أما هذا المؤثر تحدى نيمار بهاي المهارة، وأكيد ماكو شي صعب على نيمار. بالمحاولة الأولى فشل، بالمحاولة الثانية هم فشل، وبالمحاولة الثالثة أيضا فشل. باختصار نيمار فشل بالتحدي. أما كلها بكوم، وهذا الحارس بكوم ثاني. هذا الحارس كان صائم، وأول ما سمع صوت الأذان سجل على نفسه حتى يوقف المباراة ويروح يفطر. لا يا إخوان أمزح، والله ما أعرف شنو بيه هذا الحارس وسجل على نفسه بهاي الطريقة، حتى زملائه كانوا مستغربين. وشوفوا تسديدة الحارس اللي ضربت هذا الطائر وطاح بالأرض، واللاعب اجى سواله انعاشات أولية ونقذه وخلاه يعيش. هذا الشخص مهدد بيت. ليش بطاقة صفرة؟ ليش بطاقة صفرة؟ شنو انت راشي الحكم والله. شنو راشي عمي؟ وين احنا بمنتخب الزوراش بيك عمي؟ لا تفك. ليش بطاقة؟ أهلا متابعينا من كل مكان، نستعرض تشكيلة يقول لك مورينيو شايل 42 ويركض ورا باولتين. ايه بتعرف تعد للعشرة؟ عد 1. والله بطل لك، والله سبع، والله زلمه لك. شنو من انت؟ كاسياس خما كاسياس، والله بطل. يقول لك اذا توصل 30 ثانيه بهذا التحدي فانت ملك التوازن بالعالم كله. يا اخوان بالله عليكم بس سوينا متابعه، خلونا نوصل 700,000. والله انا الصراحه يعني اشوف القرود بالسيرك وين راح. ما عليكم بالسالفه قبل شويه تقول انه القرود يعني بالسيرك والفيله كلهن يعني يقدرون يوصلون هذا الرقم بكل سهوله. لا عاد اكمل سالفتي. القرود والفيله يعني يقدرون يوصلون هذا الرقم بكل صعوبه. هاي صعب والله، تعال كبير والله. عبالي اسد هذا الفلتر بس قلت اخر مره لعيونكم. مستحيل القرد والفيل احسن من عندي، يعني شنو السالفه يا اخوان؟ صعب التحكم بيه، شنو السالفه؟ اوكي لا حلو القرد والفيل. يقول لك اذا خلتني بوهالي بين الأقادية ضربة قادية بين الأقلي. خلتني بوهالي بين الأقادية ضربة قادية. بغضك يا علي صدرية صارت كلها وأمريكا ما تحتلها. هاي المدينة الصدر من عوفة هوى النجف والكوفة. مالي علينا صدرية صارت كلها
أمريكا ما تحتلها هاي المدينة هاي المدينة لو نزهق نسوح الحرب تجر نخليها واطفالنا تفجر الهمر لما انتطب ليها لو نزهق نسوح الحرب تجر نخليها واطفالنا تفجر الهمر لما انتطب ليها هاي المدينة القاتلة وعداها تدريها تنطق مدينة الصدر ما حد يلاقيها تنطق مدينة الصدر ما حد يلاقيها لما نلاقي العاين قبل تفق والقاتل بجفوف ديار صدرية جاسة هنا فرصة كرة ما زالت رودريجو من يوم عرفناك ساعة السودة وياك من يوم احنا عون وبعنا الماعون مو صوتك صوت احنا الفقرة الله يخلي الرئيس الله يطول عمره الله يخلي الرئيس الله يطول عمره كل سنة نقول هسه تالي نفس القصة من يوم عرفناك علاوي 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 يا علاوي يا علاوي يا اسمر كحيل العين يا علاوي علاوي يا علاوي يا علاوي اسمر كحيل العين يا علاوي علاوي اذا جبت بلوكه ورقعتها براسك راح يصير بيك شيء بس هاي مو مشكله بس إنك هذا الصوت كنا نردده للشهادة وياك سيد مقتدى يسوى العمر من دونك ايهون لجل عيونك. اوكي شباب تعالوا خلينا نقيم الالعاب. العاب ريد ديد ريدمشن شباب لعبة خرافية مليانة تفاصيل، يا تفاصيل يا روك ستار. شباب اللعبة اول ما تبدي مملة بس بعدين من تعبر الشابتر الثالث يمكن تصير خرافية. طبعا الكهرباء تصير خرافية. عموما نعطيها المركز الاول، ما لها منافس على ما اعتقد. اوكي إلدر رينج لا شباب لعبة صعبة وما احبها وما اعرف الناس اللي يلعبوها ليش يلعبوها اصلا. نعطيها 9. اوكي سبايدر مان اوه مال مايلز ارقى العاب شركة سوني. ايش كنت اعطيها شباب؟ خلينا نعطيها 5 ممكن نلقى احلى منها. خلينا نعطيها 5. اوكي دايز جون شباب دايز جون بس بدايته حلوة بعدين تصير مملة وعد دراجة ومدري شنو تروح تجيب وتوصل ما ادري ليش اكو بعض الناس تحبها. راح اعطيها 8. اوكي جي تي اي في اوه شباب تدرون جي تي اي في نزلت بسنة 2013 والحد هسه تحقق ارباح. الحد هسه قاعد تنباع صار له كم سنه يحسب من 2013 لحد هسه. الحد هسه قاعد تنباع والناس متحمسه لجي تي اي 6. فراح اقيمها شباب بصراحه اذا ما احطها 2 راح اظلمها 2. اوكي فولج شباب من الاجزاء اللي احبها واغلب متابعيني يدرون بهذا الشيء بس ممكن نلقى احلى منها شباب ممكن. فراح اعطيها 4. اوه انشارتد شباب انشارتد النوب الجزء الرابع ارقى لعبه من انتاج شركه سوني رهيبه فوق ما تتصورون. النوب نازله قديمه تحس تفاصيلها مال هذا الوقت يعني كل العاب نزلت بهاي السنه ما توصل للانشارتد تخيلوا من ناحيه التفاصيل والجيم بلاي. فراح اعطيها رقم 3. اوكي اوه ذا لاست اوف اس الجزء الاول هذا يمكن مو الجزء الاول لان ما احب الثاني ولا لعبته اصلا. فراح اعطيه المركز السادس. تمام. اوه شباب ها مال كريتوس شباب عندي مشكله بيها بس بالاسم. شنو اله الحرب؟ لا اله الا الله احنا مسلمين شباب ما احس الاسم باشكال. اكو ناس انه بتنزلها على اليوتيوب يكتبون لعبه سيد الحرب. زي شو متوازي خلينا تلعب اصلا متوازي تلعبها ما اني واحد ما لعبتها بالقناه. راح اعطيها رقم 10. اعرف اكو ناس راح تتخبل شلون شو ادري بيكم ادري اهدأ. شنو هاي هورايزون لا هورايزون مو هالقد 7. هذا تقييمي الشخصي لا حد يزعل. اوكي شباب تعالوا قلت لي امك ماكو قوبي انت حبيبي ليش ما جيت مصحك؟ انا ابن البصره احكي بزايدي بكيت المحتل بحدودي. انا ابن البصره احكي بزايدي بكيت المحتل. قلت لي امك ماكو والسلام عليكم.